السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا جيت نوجد معكم واحد الحلوه بالكريمه والفراوله كتجي روعه. ولكن قبل ما نبدا لا فيديو ديالنا ما نساوش الصلاه على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه هنايا بديت بالكريم الباتيسير ديالنا. كنحتاج فيها نصفر ديال الحليب، جوج ديال الصفار البيض، جوج ديال الفاني، 3 المعالق ديال سنيده و3 المعالق ديال النشا. هنا غادي ناخذ نص الكميه ديال الحليب، كنزيد عليه السنيده والفاني وغنديرو ايفيت في البوطه. والمكونات الاخرين غادي نخلطهم بوحديتهم. المهم نتوما معايا. انا بعد ما درت الحليب ديالي الفايت كيف ما كتشوفوا، هنا غادي ناخذ واحد المول ديالي غادي نضيف فيه جوج صفار البيض، وغنزيد عليه 3 المعالق ديال سنيده كيف ما قلت لكم، ساشي ديال الفاني، المهم هنا غنبدا نخلط وانا كنضيف الحليب بشويه بشويه. ومن بعد نضيف النشا ونزيد نكمل الحليب حتى نخلط المكونات مع بعضياتهم كاملين. هنا بعد ما فاض لي الحليب ديالي وخلطت المكونات اللي كانوا عندي كيف ما قلت لكم، دابا غنحاول نخلط الحليب اللي فاض ليا مع هاد المكونات. غنخلط كلشي مع بعضياتو ونرجعو للبوطه. المهم نتوما معايا. هنا بعد ما خلطت المكونات كاملين مع بعضياتهم كنرجعهم للبوطه وكنقص عليهم البوطه وكنستمر في التحريك حتى كتجانس لي كتعقد لي الكريمه ديالي. انا بعد ما عقدت لي الكريمه ديالي كنضيف عليها تقريبا واحد 50 غرام فحال هكاك ديال الزبده. المهم انا اختاريت الزبده ديال لابريري، ممكن انكم تستعملوا الزبده اللي توفرت عندكم. وكنستمر في التحراك حتى كتوجد ليا الكريمه ديالي. هنا بعد ما وجدت لي الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا كنديرها في شي اناء ديال الزجاج وكنديرها تبرد. ممكن انكم ديروها في الثلاجه حتى تبغيو توجدوا يعني تذوقوا الكيك ديالكم. هنا دزت نوجد الكيك جينواز ديالي. المهم احتاجيت فيه 4 ديال البيضات،
قبيصه ديال المليحه، ساشي ديال الفاني، وكاس ديال سنيده، والدقيق حسب المكونات. انا صراحه كنحتاج فيه 2 كيسان ديال الدقيق، لكن على حسب البيضات عاوتاني. بالنسبه للكيك جينواز كنفضلكم انكم تستعملوا الباتور، صراحه كيسهل العمليه، وحتى الكيك جينواز ديالنا كيجي زوين. المهم كيف ما كتشوفوا انا غادي نبقى نزيد سنيده وانا كنطرب. وبالنسبه للدقيق ما غاديش نزيدوه حتى تولي لي يولي لي هذاك البيض ديالي مع سنيده بحال الشكل ديال الكريم. المهم نتوما معايا. المهم الخليط ديالي خصو يجي على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. هنا غادي نبدا نزيد الدقيق كيف ما قلت لكم، من الاحسن انني ندير 2 كيسان ديال الدقيق فقط. انا هنا زدت 3 الكيسان، وصراحه قدت لي الكيك ديالي. من الاحسن انكم تستعملوا فقط 2 الكيسان باش كتجيكم مزيان، واخا هي راه مع المدة طابت، ولكن من الاحسن انكم فقط تستعملوا 2 الكيسان باش كتجيكم الكيك هشيشه بزاف وتجي زوينه. هنا خديت لاطا ديالي، غطيتها بورق ديال الزبده، وخويت الخليط ديالي وغادي ندخلو الفران. هنا بالنسبه للكيك كنقص عليه البوطه، كنشعل عليه البوطه من الفوق ومن التحت حتى كتوجد ليا. هنا كناخد كريم باتيسير ديالي بعد ما بردت ليا، كنحاول انني نديرها في المول ديالي، ونحاول انني نضربها شويه بالباطه، وغادي نزيد عليها الزبده. بالنسبه للزبده كنزيد عليها 50 غرام زبده عادي كيف ما كتشوفوا ديال لابراري، و50 غرام الزبده ضيبه في بان ماغي. يعني التوتال ديال الزبده اللي كنحتاجو هي تقريبا واحد 200 غرام بحال هكا، حتى 200 150 بحال هكا، حيت المره الاولى استعملنا 50 زائد 50 زائد 50، دونك التوتال هي 150. المهم كنستمر في انني نطرب حتى توجد ليا الكريمه ديالي. ملي كتكون الكريمه ديالي وجدات، كناخذ الورق اللي غادي نوضع فيه ولو سيركل. انا اختاريت بالنسبه لو سيركل اختاريت العبار ديال 20 متر، وضعت فيه كيف ما كتشوفوا. قطعت هذيك الكيك ديالي مربعه، حاولت انني نقطعها على دو سيركل. انا جاني سيركل مقاد وسيركل حاولت انني غير نلصق كيف ما كيقولوا، والطبقه اللي غير لصقت هي اللي استعملت الاولانيه. غادي ندير فوق منها الكريمه ديالي، كريم باتيسير اللي خلطت مع الزبده كنديرها هي الاولانيه. بعد ما سقيت الكيك ديالي بالحليب، المهم كيبقى على حسب اختياري، يا اما تسقيوه بالماء وسنيده ولا الحليب، المهم اللي توفر عندكم. انا بعد ما درت الطبقه الاولى ديال الكريم ديالي، غادي نحاول انني نزوقها هكا بشويه ديال الفراوله. خديت الفراوله ديالي قسمتها على جوج كيف ما كتشوفوا، وغادي نحاول ندير الجنب ديال المول ديالي. غانتوما معايا، راه كتجي على هذا الشكل. المهم غادي نستمر في انني نوضع الطبقه الثانيه ديال الكريمه.
هنا كيف ما كتشوفوا حاولت انني ندير الكريمه في الجناب ديال كل فريزه، ومن بعد حاولت انني ندير الكريم من الفوق ديال الفريز عاوتاني، وغادي نحاول انني نقطع الفريز ديالي مربعات كيف ما كتشوفوا، وندير فوق هذيك الكريمه اللي هي الطبقه الثانيه. غير بالنسبه للفريز انا كنفضل انكم تقطعوه مربعات هكذا كبار، باش بحال هكا ما يحاولش انه يطلق لنا المديان. هنا بعد ما درت عاوتاني قطعت الفريز مربعات، كنحاول انني ندير فوق منه عاوتاني الكريمه للمره الثالثه، وغادا باش غندير الباط جينواز ديالي الاخرانيه ونعاود نسقيها وغنتوما معايا. انا بعد ما سقيت الباط جينواز ديالي كيف ما كتشوفوا، حاولت ندير الطبقه الاخرانيه ديال الكريم باتيسير ونحاول نسرحها على الباط جينواز كامله. هنا بعد ما دخلتها المجمد تبرد لي شويه، شدات في راسها، درت نوجد معكم الكريمه اللي هي غندير نزوق بها الطبقه الاخرانيه اللي غادي نزين بها الكيك ديالنا. لما نجيب معايا هنايا احتاجيت كريم شونتيي، زدت عليها نص صدر ديال الحليب. كريم شونتيي ديجا كيكون فيها السنيده يعني ما احتاجش فيها السكر، وغادي نطرب بالباطو حتى توجد لي الكريمه ديالي. هنا غنستعمل الكريمه وغنستعمل كذلك الفراوله لتزيين الكيك ديالنا من الفوق. المهم هنايا بعد ما الكريمه وجدات يعني دخلتها الفريغو شدات في راسها، ودابا غادي نحاول ان نزينها باش ندرك هذوك العيوب اللي كيف ما كتشوفوا. غنحاول انني ندير دوره بالكريمه ودوره بالفراوله، دوره بالكريمه ودوره بالفراوله حتى تجيني على شكل وريضه. وهنا الحلوه ديالنا كتكون وجدات صراحه، كتجي روعه، مذاق روعه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعليق كيف جاتكم. ما تنسونيش بالاشتراك بجيم بلي كومونتير. كنقول لكم بالصحه والراحه مسبقا، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.